عايز عدسه واحده بس تكمل معاك طول اليوم في اي اوردر ويدنج، فانصحك بال 2470. ليه 2470؟ لان هي يعتبر عدسه بيتقال عليها جوكر، لان معاك من اول الوايد ال 24 لغايه الكلوز اب ال 70، وممكن تعمل الحركه اللي انا قلت عليها قبل كده، ان انت تزود الزوم بتاعك عن طريق حوار الكروب. وكمان العدسه دي بالتحديد اللي هي ال 2470 ال 2.8 الاس لاين من نيكون، هي عدسه معالجه بتقنيه النانو كريستال، يعني الازاز بتاعها بيبقى نقي جدا. وكمان حاجه الازاز بتاعها اسمه الاسفيريكال لينس. سريعا كده، يعني ايه الاسفيريكال لينس؟ هو بيجمع الضوء في نقطه واحده، بيبقى معمول شكل كده، هحط لكم الصوره بتاعت اللينس الاسفيريكال، هو بيبقى بيجمع الضوء في نقطه واحده، على عكس اللينسات الثانيه بيجمع الضوء في اكتر من نقطه، فبيحصل عندي كروماتيك ابريشن، او اللي هو الهاله اللي بتظهر حوالين السبجكت او الشخص اللي انا بصوره. ففي العدسه دي مش بيحصل الموضوع ده. ومن اهم النقط المميزه في العدسه دي بالذات ان هي ايدج تو ايدج. يعني ايه ايدج تو ايدج؟ يعني الصوره شارب من اول الصوره لغايه اخرها، على عكس العدسات الثانيه بيبقى السنتر بس اللي شارب وباقي الاطراف بيبقى مش شارب قوي. ومن ضمن المميزات اللي انا بحبها بالتحديد في العدسه دي ان الشفرات بتاعت فتحه العدسه هي 9 بليتس، وده بيديني فلوري او بيديني البوكيه بتاعي بشكل دائري، مش بيبقى بشكل ثماني الاضلاع. وانا عن نفسي بحب الشكل الدائري لان بيبقى كريمي او بيسيح الباك جراوند اكتر. فعلشان كده انا اخترت العدسه دي تبقى العدسه الاساسيه بتاعتي والوحيده لو انا هختارها في تصوير يوم ويدنج كامل. سلام.